يتحقق لولا تضافر جهود الحكومات ومجتمع الأعمال معا، فأنتم شركاء هذا النجاح. وانطلاقا من هذا المسار الإيجابي ومع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، فقد أكدت مشاورات اليوم مع فخامة الرئيس أردوغان وجود توافق كبير على أن آفاق التعاون لم تستغل بعد بالكامل، وقد اتفقنا على العمل المشترك لزيادة حجم التجارة وجذب المزيد من الاستثمارات التركية بما يحقق منفعة متبادلة من خلال مشاركة المستثمرين الأتراك في التنمية الصناعية التي تشهدها مصر في قطاعات ذات أولوية، مستفيدين في الوقت ذاته من الإصلاحات الهيكلية التي دخلت على بيئة الاستثمار المصرية والحوافز المتعددة والمزايا النسبية المرتبطة بالموقع الاستراتيجي والنفاذ للأسواق عبر اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الدول والتجمعات الإقليمية والدولية، فضلا عن توافر الأيدي العاملة الماهرة. وأود أن أحيي بصورة خاصة التجربة الناجحة لمستثمري الملابس والمنسوجات الأتراك في مصر، حيث تمثل مساهمتهم جزءا مؤثرا في صادرات هذا القطاع من مصر إلى الخارج. كما أود وأؤكد ترحيبنا بتوسيع الاستثمارات التركية في قطاعات أخرى مثل الصناعات الكيماوية والصحية، بما يمثل قيمة مضافة حقيقية ويوفر فرص عمل وينقل خبرات صناعية وتكنولوجية. السيدات والسادة، لقد نجحت مصر خلال العامين الماضيين في مواصلة تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تم الانتهاء من 6 مراجعات حتى الآن، وأسفرت السياسات المطبقة عن تحسن ملحوظ في المؤشرات المالية والنقدية، إذ سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، وبلغت استثمارات القطاع الخاص نحو 66% من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يعكس الأولوية التي توليها الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية. وقد حظى هذا التوجه بإشادة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية التي رفعت التصنيف الائتماني لمصر. السيدات